هل المنتحر كافر خارج من الملة؟ هل المنتحر يخلد في جهنم؟ هل المنتحر لن يغفر الله له ذنوبه؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى في ثنايا حديثنا. هيا بنا أحبابي وإخواني نتعرض لحديثنا عن أحكام المنتحر. هيا بنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في معرض حديثنا عن حكم المنتحر نتحدث عن أحكام الانتحار. فالانتحار وإن كان من موبقات الذنوب وكبائرها وصاحبه متوعد بالخلود في النار، إلا أنه ليس بكافر عند عامة الفقهاء، وجمهور أهل العلم على أنه يصلى عليه كبقية موتى المسلمين. يبقى الكافر المنتحر يصلى عليه كما يصلى على غيره من المسلمين. ومن قال منهم بعدم الصلاة عليه فلم يقل بكفره، يعني لم يقل أنه لا يصلى عليه لأنه كافر، لم يقل لأنه كافر، وإنما أراد تغليظ العقوبة عليه على هذا الفعل، ولما جاء فيه من الوعيد بالنار أو معاملته معاملة البغاة. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك عن الإسلام. يبقى نتفق أن الذي قتل نفسه سواء يعني بأي نوع من أنواع الانتحار أنه لا يخرج من الإسلام، وأنه يصلى عليه، هذا باتفاق، وإثمه عليه كما قال مالك: ويدفن في مقابر المسلمين. ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والأوزاعي، وفي خاصة أنفسهما، والصواب قول الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا على المسلمين الموتى، يعني لم يقل إلا المنتحر، لم يذكر ذلك. فيصلى على جميعهم الأخيار والأشرار إلا الشهداء الذين أكرمهم الله تعالى بالشهادة، فهؤلاء لهم أحكام أخرى. وقال الرملي في نهاية المحتاج: وغسله أي الميت يعني، وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كلها فروض كفاية، إجماعا للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره. كما جاء أيضا في الموسوعة الفقهية أن الانتحار حرام بالاتفاق. إذن الانتحار حرام باتفاق، يعني لم يأتي أحد من العلماء قال مثلا هو مكروه أو مباح أو غير ذلك. كل العلماء قالوا بتحريم الانتحار، ويعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز من قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عز وجل في هذه الآيات: قرر الفقهاء أن المنتحر أعظم وزرا من قاتل غيره، يعني الذي يقتل نفسه وزره أعظم من أن يقتل غيره، وهو فاسق وباغ على نفسه، حتى قال بعضهم: لا يغسل ولا يصلى عليه كالبغاة، وقيل لا تقبل توبته تغليظا عليه. كما أن ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده في النار، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. الذي يلقي بنفسه من على الجبل حتى يموت أو ينتحر فهو في جهنم يفعل ذلك، كلما سقط خرج فأسقط نفسه مرة أخرى. كذلك ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في جهنم خالدا مخلدا. وجاء فيها أيضا جمهور الفقهاء يقولون، اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية، أن المنتحر يصلى عليه لأنه لم يخرج عن الإسلام، لم يذكر كلمة تخرجه عن الإسلام،
فدل ذلك على أنه من الإسلام فيصلى عليه كما تقدم، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولأن الغسل والصلاة متلازمان عند المالكية، فكل من وجب غسله وجبت عليه الصلاة، أن يصلى عليه يعني، وكل من لم يجب غسله لا تجب عليه الصلاة. قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه والأوزاعي، وهو رأي أبي يوسف من الحنفية وصححه بعضهم: لا يصلى على قاتل نفسه بحال، لما روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص، يعني بآلة حادة يعني، فلم يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يصلي على الرجل الذي قتل نفسه بهذه الآلة. ولما روى أبو داود أن رجلا انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجل قد مات، قال له: يا رسول الله، إن فلانا من الناس قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه، أنا شفته وهو ماسك سكين مثلا وينحر نفسه، بيذبح نفسه. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه. فأخذ بشهادة هذا الرجل أنه رأى الرجل يذبح نفسه، أي أنه ينتحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا أصلي عليه. وعلله بعضهم بأن المنتحر لا توبة له فلا يصلى عليه، يعني قالوا إيه؟ إن احنا حتى لو صلينا عليه لن تقبل له توبة، فكذلك لا نصلي عليه. كذلك قال الحنابلة: لا يصلي الإمام على من قتل نفسه عمدا، ويصلي عليه سائر الناس. يعني الإمام، إمام المسلمين، لا يصلي على الذي قتل نفسه عمدا. يعني شائعة وأمر مستجد في أمة الإسلام هذه الأيام. يباع بعض العقارات يعني في الصيدليات وغيرها حبة معينة، يذهب الشاب إلى الصيدلية مثلا يقول له: اعطني حبة كذا، فيأخذها فيموت. فهذا حكمه منتحر، لأنه قتل نفسه بالعمد، لم يقتل بالخطأ، ولكن قتل نفسه عمدا متعمدا، فهذا منتحر. حكمه كما قلنا على يعني أرجح آراء العلماء أنه لم يخرج من الإسلام أيضا ويصلى عليه، ولكنه قد ارتكب إثما عظيما، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وأمره إلى الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل. فهذا يعني علامة الإيمان ألا يقتل الإنسان نفسه، لأن جسد الإنسان أمانة لا يتحكم فيه. الإنسان حينما يقتل نفسه، هذه النفس لم تتعب أنت فيها، ولكن الله عز وجل هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها. فالله عز وجل يغضب كثيرا ويسخط كثيرا على قاتل نفسه، لأنه ليس له الحكم فيها. سبحان الله العظيم. جسدك أمانة ستلقى الله عز وجل به، وسيحاسبك الله على كل تقصير في جسدك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، وحياكم الله بتحية الإسلام، ونلقاكم في حلقات عدة قادمة إن شاء الله عز وجل. وذاك شرف عظيم لنا أن يعني نلتقي بالإخوة المحبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.